حديثنا على المسابقات الافريقيه. المره هذه نمشيو للمغرب. ملعب محمد الخامس يستقبل مباراه في غايه الاهميه، ممكن هي لافيش خالد نتاع مباراه الربع نهائي. اياب الرجاء الاهلي، اسبقيه 2-0 للاهلي المصري. انت تكهنت بفوز 3-0 للرجاء البيضاوي. ساعه اسمع كان ربح الرجاء 3-0 باش نعملوا القبه لهنا. خالد القربي اللي عنده شعبيه كبيره في المغرب لدى الجماهير الرجاويه اللي كلها تبارتاجي في تصريحات خالد القربي فيما يخص الرجاء والكره المغربيه. مكافآت توصل ل 110,000 درهم لكل لاعب، تقريبا 10,000 اورو للفوز بالمباراه. 33 مليون 34 مليون توانسه. عوده محمد المعكازي واسماعيل مقدم، هذوما الثنائي اللي باش يرجع لتشكيله المدرب منذر الكبير. خالد متفائل بشان المباراه هذه منو انت تمثل الرجاء يعني. تذكر في رقم قياسي. انا قلت لك انا حسب ما عرفت نتبع في الرجاء ونتفرج فيها من اول عام، نعرف اللي عنده ابور اوفونسيف قوي برشا، نعرف اللي تسجل الاهداف. وين المشكله نتاع الاطار الفني منذ كبير والمساعدين نتاعو لازم يعرفوا باش ما تصيرش ديزيكيليبر في الماتش. لازم يعرف معناتها كي باش ياتاكي، معناتها ما يخليش الثغرات التالي، لانه الاهلي يلوج على ذوك. زاد انا عندي ثقه كبيره، لعبت مع الحارس انس زنيتي، لازم يكون في نهار وزاد حارس كبير. انا قلت لك لازم شنو نقول لك، معناتها الماتشات هذوما خاسر 2 بلاش. كان تعرف تدخل معناتها بالابور الكبير نتاع الجماهير اللي باش تدز مع ملاعبيتها واللي باش نلقاو ملعب كومبلي. نعرف قوه جماهير الرجاء في الدزان مع الملاعبيه. اذا تعرف اذا تمركي من الدقائق الاولى معناتها من لاعب رقم واحد اكيد. وشوف شفنا الشو اللي تعملوا جماهير الرجاء، نتصور انه باش يكون ساعه شو كبير برشا. شو كبير عاملين دخله محضرين دخله كبيره برشا. انا قلت لك اذا الرجاء تمركي في الدرجين تيفو، يقولوا تيفو هم، اذا تمركي في الدرجين ربع ساعه الاولى البونتو الاول، اعرف راهو المقابله انتهت والرجاء باش ترشح. المقابله تنتهي في ربع ساعه الاولى حسب كلام خالد القربي اذا سجل فريق الرجاء. محمد امين. الجو تكهرب شويه في الرجاء بعد الخساره نتاع الاهلي، فما مشكله بين المدرب منذر كبير صارت واللاعب النهيري. منذر كبير باش يلعب برشا معناها على البلان بسيشيك وبور موتيفي لي جوار. وحسب ما سمعت انه عمل لهم دي فيديو نتاع لي رومونتادا اللي صاروا في الاوروب في العوام الاخرانيين. نتصور فيهم 3-4 ريال مدريد. الماتش باش يكون صعيب، سورتو كما قال خالد لي 20 بريمير مينوت باش يكونوا ديسيزيف. نتصور انا هما باش يعطيونا لو سور تاع الماتش، خاطر كانت ماركي. شوف في الماتش اللي راهو الرجاء عملت 20 بريمير مينوت اكسلونت. كان ماركات فيهم بونتو راهو كان ماتش بالضبط. نتصور الماتش هذا كيف ال 20 دقيقه الاولى باش تكون حاسمه. تساكروا فيه في ربع ساعه انا سور انترنت. وهنا نحييو كما بعثت لك قبيله اول مره في تونس ظهر لي في الشامبيونال النادي الافريقي ماتش ليتوال باع المره منذ فتره طويله بالضبط. والحقيقه انا ماذا بيا كان الفرق الكل تنسج على منوال على النادي الافريقي اللي قاعد يبيع في التذاكر على الانترنت. واليوم هبطوا تذكر عندنا 2005 يا حبيبي، كانت عندنا 2005 واليوم زاد هبط. قعدنا 18 سنه من غير تذاكر الكترونيه. اليوم زاد هبطوا تذاكر معناها على الدربي في الانترنت. دونك افيش كبيره برشا. نتصور معناها استاد محمد الخامس يعرف خالد معناها باش يكون مخيف للاهلي ربع ساعه الاولى. والاهلي راهو ماهوش امباتابل. نذكروا معناها السكور اللي خذاه في سان داونز. الرجاء قادر انه يقلب الطاوله كما قلنا. ليفان الاكستيريور الاهلي اموره مش باهيه. خسر مع الهلال، خسر مع سان داونز. هاك شفت بالضبط 20 دقيقه الاولى مين باش تكون هي حاسمه في الماتش. بالله انت اثرت نقطه مهمه وانا نحب على الاخر النقطه هذه، بيع التذاكر على الانترنت. ان شاء الله الفرق الكل في تونس تنسج على المنوال الافريقي اللي باع تذاكره اون لين، يعني مباراه النجم وتوا لمباراه الدربي. به خالد فيما يخص الرجاء البيضاوي، قبيله كانت فما الندوه الصحفيه اللي تسبق المباراه. نسمع تصريح منذر الكبير وشنو قال قبل مباراه الاهلي.
كما باش ندخل في الديتاي نتاع المقابله. خيار واحد بالنسبه لنا احنا معنا كان خيار واحد بتطر الاهلي ينجموا يستحفظوا ينجموا يطلعوا ينجموا يجريوا، ما احنا فكره واحده خيار واحد فولونتي واحده قوه واحده الناس كل داخلين سي باش نسجلوا ناخذوا اسبقيه وسورتو نعرفوا وين الاهلي قبل لقى صعوبات ولقى وضعيات صعيبه. دونك عفاهم الاول الناس كل مع بعضنا ندخلوا بالليزاتو نتاعنا، وحتى في الشوط الاولاني عملوه اللاعبين في مصر الغادي كانت الاسندو عنا احنا، الفرص الاولانيه عنا احنا، ما ادراك اللي كانوا نلعبوا على ارضيه ميداننا مع الدفع الكبير نتاع الجماهير مع الفولونتي اللي الرفيع عند الملاعبيه. ما نفش نرجع الماتش تاع لي غروسو مودو اللاعبين اللي بداوا عملوا المجهودات نتاعهم والتوفيق يحضر وغيب. الناس اللي دخلت زاد الناس اجتهدت، ما نتنو ريزولتا نعرفوها كم مشيت على روحه. ماتش تعدى عليه مازال ماتش روتور اون فرا تو دو تيل فاسون باش نحطوا لي زاتو الكل لصالحنا باش نجموا نوصلوا للهدف نتاعنا بحول الله. دوما سي ان اوتر ماتش باش تشوفوا لاعبين اخرين، باش تشوفوا اونفي كبيره، باش تشوفوا فولونتي، باش تشوفوا ان جو فير لافون اغريسيفيتي، باش تشوفوا ناس مأمنين 100% دو تيل فاسون اللي فما امكانيه باش نترشح. كلام منذر الكبير قال انه باش تشوفوا نسخه اخرى من الرجاء، بيحكي مقارنه بمباراه الذهاب. خالد كما قلت الدفع الجماهيري، نتصور انه حتى الكره تدخل وحدها معناها بالجمهور هذاك الكل، معناها جمهور الرجاء قد يهز هو ملعب محمد الخامس تقريبا 80,000 70 هكا. هاتوا نشوفوا المعلومه به. تصريح منذر الكبير رايك فيه؟ والله معروف، انا ترينت عنده سي منظر في النادي الافريقي وترينت عنده في الاولمبيك عامين وثلاث سنين. هو الحقيقه عنده شويه من فوزي بن زرتي، يعرف كيفاش يحمس اللاعبين نتاعو. انا قلت لك ديما لي ريونيون نتاعو سورتو قبل الماتش يهبط لي فيديو سورتو نتاع جمعيته كيفاش تلعب كيفاش تبريسي، يلعب يسرع على المونتال، يلعب يسرع على الاغريسيفيتي. انا عندي ثقه فيه. 80,000 ملعب محمد الخامس. قلت لك عندي ثقه فيه وعندي ثقه، انا قلت لك عندي ثقه في الملاعبيه سورتو خاطر تكنيكمون انا بالنسبه لي انا القدام تكنيكمون عندهم لي فالور كبار الملاعبيه نتاع الرجاء باش تماركي، خاطر قاعدين يسجلوا كسوا في الشامبيونا في الكوب، قاعدين يسجلوا في برشا اهداف. وانا قلت لك انت ولون تام يعرف محمد الماتشات الكبيره هذوما كان تبدا قدام جمهورك وبالابوي نتاع الجمهور وتدخل ماكش خايف، سورتو ماكش خايف وتلعب لوفونسيف، ما تلعبش خايف ما تلعبش ديفونسيف، وتدخل من الاول وتبريس عليهم القدام وتلعب على الاخطاء نتاعهم، خاطر سكي سور 15 مينوت الاولى بالدفع نتاع الجماهير وبال 80,000 اللي جايين راهم باش يغلطوا الملاعبيه الاهلي. خفت مره من جمهور فريق منافس، ما نعرفش انا في الشامبيونز ليج، ما نعرفش ممكن مباراه الوداد الذهاب غادي الوداد في الوداد وصفلنا المشهد، وصفلنا شنو حسيت وقت؟ نحن لعبنا راهو في القاره 90,000 ولعبت في الوداد في محمد الخامس 80,000. الحقيقه جمهورهم يخوف، الحقيقه جمهور المغرب يخوف، مخيف مقارنه بمصر والاهلي واللي لا مخيف يخوف. 120 يهز الاستاد في مصر يدولي 90,000 لا جماهير المغاربه كسوا الوداد ولا الرجاء مخيف، سورتو جمهور الرجاء يخوف اكثر. انا لعبت فيهم زوز وما لعبت فيهم، لعبت في الرجاء. شنو عملت لتجاوزك الخوف هذاك وقت نهائي؟ انت نهائي ذهاب ونهائي ذهاب مش ناخذ كارتون، كان ناخذ كارتون ما نلعبش الروتور. كيفاش تعاملت مع الجمهور هذاك الكل؟ والله انا بطبيعتي ديما دم بارد، راني ما نسمع شيء ديما مش هكا سليتي راه. ومحمد سليم راهو يضحك ما قالش هكا سليتي، قال انت باش تحضر ماتشوك تسب الناس كل هذا. اش قال سليتي؟ نسب الناس الكل باش ندخل في اللعبه هذيك هكا بديت طريقه نتاع يودي يسمعوا فينا ولاد صغار يودي يرحم والديك يسمعوا فينا، لازم نعلموهم القيم والاخلاق وهذا كل. يا خالد ما نقولوش كلام هذا يا خالد. باهي ومن بعد فاس صفر الماتش هكا 0-0 وربحنا 1-0 لهنا 1-0 لهنا. وقت هدف اريسون فول وانت كنت عطيت لاسيست هدف الحقيقه من اروع ما فما معناها ممكن. كاس افريقيا للامم اقل من 17 سنه اللي تدور في الجزائر 3 شهور بعد تنظيم الشان. الجزائر علامة امتياز على المستوى التنظيمي. شان كأس افريقيا اقل من 17 سنة تسعى لتنظيم كأس افريقيا 2025 او 2027 وممكن تنظم مكان الكوديفوار. كوديفوار لحد الان ماهيش حاضرة. خالد فما اخبار حول نقل كأس افريقيا هذه للجزائر. الجزائر البنية التحتية موجودة، يجاو بركة الجزائر هنا ننظموا يجاو، لان نظمنا الشان مليح نجموا ننظموا الكان ما عندنا حتى مشكل.
هذا الميساج اللي تقراه الحقيقه، الميساج اللي تراه من خلال الشان الاخيره. منتخب المغرب متفاديا لسيناريو الشان بعد عدم تحول المغرب او الانسحاب، عدم تحول ولا الانسحاب او قرار عدم مشاركه. التسميات تختلف من بلاد لبلاد الحقيقه. منتخب المغرب اقل من 17 سنه يسافر في رحله مباشره المره هذه، شرط المره فاتت انه يسافر في رحله مباشره على متن الناقله المغربيه لقسنطينه، لكن تم رفض الطلب هذا والمغرب لم يشارك في الشان المره هذه بهندسه من هندسه بالطبيعه المهندس فوزي لقجع، تدخل من الفيفا، تدخل من جاني انفانتينو، تدخل من موتسيبي رئيس الكاف، تم توفير رحله مباشره من قسنطينه من المغرب من رباط لقسنطينه، لكن مش على متن الناقله المغربيه، على متن الناقله الرومانيه، الخطوط الرومانيه اللي اسمها ستار ايست. دونك نجم نقولوا خالد ومحمد، نجم نقولوا انه لهنا المغرب انتصر نوعا ما دبلوماسيا، انتصر على الجزائر دبلوماسيا وحتى رياضيا. الدبلوماسيه الرياضيه خلينا نقولوا في اطار الدبلوماسيه الرياضيه، المغرب انتصر على الجزائر من خلال توفير رحله مباشره لمنتخب اقل من 17 سنه. كيفاش ترى الوضعيه انت؟ والله شو نقول لك، يمين حكينا فيه الموضوع برشا مرات. مغاربه والجزيريه بالنسبه لي انا والتوانسه والمصاروه كل اخوه، ما انت زايد زايد المشاكل هذوما، مزايدات هذوما كسوا رحله مغربيه ولا جزيريه، ما تعطينا العرب الكل يكونوا يد واحده باش معناتها باش ننتصروا على برشا حاجات. اما الحقيقه كي نشوف هكايا على طائره رومانيه وكل شيء، نشوف ان المغاربه انتصروا. اي لكن طائره رومانيه مش الناقله المغربيه. اي فما نوعا ما ماهيش طائره انتصار مغربي. اي ماهيش طائره جزائريه مستحيل. هو كانت فما فرضيا انه تكون طائره تونسيه وقتها في الشارع، لكن المرة هذه تم توفير طائرة رومانية، رحلة مباشرة. هذا الشرط اللي اشترطته المغرب، وتحب المغرب تمشي للجزائر على متن ناقلة مغربية. نتصور أنا الأطراف المتداخلة هنا الكاف والفيفا قربت وجهات النظر، دونك على متن طائرة رومانية المنتخب المغربي ينتقل في رحلة مباشرة للجزائر. دونك انتصار للزوز يظهر لي. انا نقول المشاكل هذوما زوز كلهم على الكوب دافريك 2025. شكون مشيت هم والله ما فماش كوب دافريك، فما مشاكل خالد. تحب ولا تكره المشاكل هي في الطرفين، وان شاء الله ربي يحبب القلوب على بعضها وترجع العلاقات الدبلوماسيه بين الجزائر والمغرب، خاطر نقعدوا كان اخوات ومن عرب ومسلمين ومش شمال افريقيا. هذاك اش نتمناو احنا، انه العلاقات ترجع كيما كانت قبل. احنا ما خلطناش عليه هذول قبل، هذا بين المغرب